سلسلة مقتطفات من تاريخ الكردة. التاريخ الكردي والمكتبة الشرق أوسطية. تبشيع أسلاف الكردة. منذ أوائل الألف الخامس قبل الميلاد كانت سهول ميزوبوتامية، العراق وشرق المتوسط، سوريا، ميداناً للصراع بين أقوام الصحراء: أكاديين، كنعانيين، بابليين، أراميين، عرب، وأقوام الجبال: سومريين، سوباريين، جوتيين، كاشيين، هوريين، ميديين. سكان جبال زاغروس وطوروس أسلاف الكردة. والملاحظ أن بعض المؤرخين يذكرون انتشار أقوام الصحراء في العراق وسوريا بصيغ توحي وكأنها كانت ملكاً للصحراويين. تصحيح تاريخ الكرد المحرف والمسروق. الكاتب الدكتور سوزدار ميدي. الإعداد سردار رامان.